بعد ما محمد بقى في الحكم سنة 1451 الدنيا كلها وقفت تتفرج، والإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر افتكر إن السلطان الشاب ده فرصة لإنقاذ إمبراطوريته. شاب لسه صغير، ممكن يتهز، ممكن يخاف، ممكن يتراجع، بس اللي ما كانش حد واخد باله منه إن محمد كان أكتر نضجا من سنه، راجع بعقل قائد وقلب مؤمن بقدر مكتوب من مئات السنين. وأول قرار عمله كان قرار يخوف أي دولة عايزة استقرار. بنى قلعة اسمها رملي حصار على الضفة الأوروبية من مضيق البوسفور، والقلعة دي اتبنت في 4 شهور بس. وطبعا القصد منها كان واضح جدا، وهو قطع الامدادات عن القسطنطينية وخنق الإمبراطورية البيزنطية تماما. الإمبراطور حاول يعترض وبعت رسائل تهديد، بس محمد كان بيرد عليه بصمته، وصمته كان أخطر من الكلام. القلعة اتبنت والقسطنطينية بقت شبه معزولة، وفي الوقت اللي أوروبا كانت بتستعد إنها تبعت دعم للبيزنطيين، محمد كان شغال في خطة أكبر من اللي حد ممكن يتخيلها. عمل تحديث كامل للجيش، طور المدفعية، وجاب مهندس من المجر اسمه أوربان عشان يبني أكبر مدفع شافته أوروبا وقتها. مدفع كان وزنه تقيل لدرجة إنه محتاج 60 طور عشان يتحرك، ويقدر يقذف كرة من الحديد وزنها فوق 300 كيلو. المدفع ده كان إعلان للعالم إن الهجوم القادم مش هيكون حصار عادي، ده هيكون فتح. وفي نفس الوقت محمد كان بيجمع المستشارين والعلماء حواليه. إق شمس الدين كان دايما في الصورة، يديه ثبات ويصفي ذهنه ويفكره إن النبوءة قربت. ولما محمد أحكم سيطرته على مضيق البوسفور وبقى الجيش جاهز وارتفعت الرايات الانكشارية في كل المعسكرات، محمد اتجه لواحدة من أخطر القرارات في حياته: التوجه بالقوة لفتح القسطنطينية. لما اتحرك الجيش أوروبا بدأت تتهز. إمارات كتيرة كانت بتبعت رسائل تحذير للبيزنطيين: استعدوا، السلطان الشاب جاي ومعاه جيش عمره ما كان بالقوة دي. وصل محمد أسوار القسطنطينية، والأسوار اللي صمدت قدام ملوك من قبل كده، والمدينة اللي قيل عنها إنها لا تفتح إلا بمعجزة. وقف جنبه جيشه قدامه المدينة اللي حلم بيها من طفولته، وفي قلبه يقين بشيء أكبر من البشر. بدأ القصف، وبدأت المدافع تهز الأرض، وبدأت الإمبراطورية البيزنطية اللي استمرت 11 قرن تعيش آخر أيامها. محمد كان جاهز للمعركة الكبرى، والمدينة اللي تحدت العالم 8 قرون واقفة قدامه مستنية مصيرها. انتظرونا في الجزء الثالث عشان نشوف الليلة اللي غيرت وجه العالم، واللحظات اللي التاريخ وقف عندها، وساعة الفتح اللي خلت اسم الفاتح يفضل خالد لحد النهارده.